لما اقرر اعمل جلاش لازم ابتكر بقى شويه كده في شويه افكار. الطريقه دي انا ما شفتش حد عاملها قبل كده بصراحه. بص انا مدلعه هنا الجلاش النهارده وعاملاه في قالب الكب كيك زي ما انتم ما شايفين. طريقه سهله، شايفين طري وهش من جوه ازاي وبيقرمش من بره، شايفين شكله تحفه. تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا لفه جلاش هنبدا نقطعها بالطريقه دي زي ما انتم ما شايفينها. حتى لو انت مطلعاها من الفريزر ممكن تكسريها عادي مش مشكله. هنبدأ بقى نفك الجلاش كده من بعضه بالطريقة اللي انت شايفاها دي. خلاص بصي فروتنا الجلاش كله كده وفرطناه من بعضه. معانا هنا الصينيه بتاعه الكب كيك بتاعتنا وحطينا فيها شويه سمنه حلوين. محدش يقول ان السمنه كتيره، لا هي مش كتيره لان انا مش هحط تاني. فانتي وزعي بقى السمنه كويس كده في الصينيه بتاعتك. وهنبدا نرص الجلاش بتاعتنا في الصينيه بتاعه الكب كيك زي ما انتي ما شايفه كده. خلاص هنوزع بقى كده بالتساوي. جربيها ان شاء الله هتحبها جدا. خلاص احنا رصينا الجلاش هنبدأ نسويه كده بايدينا زي ما انتم ما شايفين. هنركن بقى ونجيب بقى كوبايه معانا فيها بضايه وهننزل عليها بكيس فانيليا. وهنقلبهم كويس مع بعض. ومعانا هنا كوبايه لبن هننزل بيها. كوبايه اللبن دي معيار المج بتاع الشاي بتاعنا. خلاص انزلي بقى باللبن على الجلاش. احنا طبعا مسخنين هنا الفرن زي ما انتم ما شايفين كده. هنحطها في الفرن واطلع اوريها لكم تاني. خلاص هنسويها بقى كده بالشوكه باي حاجه. خلاص هدخلها بقى معاكم الفرن وهوريها لكم. بص اهي طلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي قلبتها. خلاص هنا مجهزين بقى شربات. كوبايه سكر مع كوبايه ميه، ولما غليت نزلت بعصره ليمونه ونزلت بكيس فانيليا. وانزلي بقى بالشربات واسقي القمر اللي انت شايفاه ده. احلى جلاش هتاكليه بصراحه. ايه رايك بقى؟ لو عجبك بقى ما تنسيش تحط اللايك. خلاص. ولو انت جديده معايا يا قمر واول مره تشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناه. واستنوني حبايبي في فيديو جديد واشوفكم بخير، يا رب يعجبكم.